ما غلطوش الناس زمان اللي سماوها وقالوا عليها ماكله تاع البرد. سوب تاع البواكاسي مع كسرة تاع الشعير وصفتي معاكم لنهار اليوم. صحي في صحي وزيد لها بنة على بنة، مكونات بسيطة ومتوفرة في كل كوزينة. غسلت وشللت 3 مرات كاس تاع البواكاسي من عند غاريدو اللي نقول عليه المخير تاع المخير. في كوكوطا بديت دوزين، قطعت بصلة كبيرة، زدت 4 حبيبات زرودية وسنينات تاع الثوم، ملح فلفل كحل وعلى راس المغروف القرفة. حطيت البواكاسي وقليت كلش بزيت زيتون، قليت مليح، مرقت بالماء سخون، غلقت الكوكوطا وخليتها على نار قليله. وفي هذا الوقت رحت نوجد 2 خبيزات تاع كسرة شعير اللي تجيني بنينه وصحيه. خلطت بين دقيق الشعير مع فارينتو وزدت فارينه ساقل نوار، بسست بزيت زيتون، حطيت الزرارة الجلجلان السانوج وزريعه الكتان اللي منفخه في الماء، لايمتها ودلقتها غير بشويه ماء يكون دافي. مباشره لوزتها وخبزتها على الطاجين اللي كان مسخن. فتحت على لاسوب تاعي اللي لقيتها طابت والبواكاسي ريحته ما بقات لتم، رحيتها في البلاندر وفي الاخر عقدتها بالقارص وصفار البيض وزدت المعدنوس، شويه زيت زيتون. تقدروا ترموا مغرف كبيره تاع الفداوش، بصح كيما راهي تجي بزاف بنينه خفيفه ما راحش تشبعوا منها. هذه هي الاكله الشتويه بامتياز. درك قولوا لي كيفاش تحضروها. الى وصفه اخرى، سلام.